في هذا الفيديو غنوريكم ابسط طريقه لالتقاط قنوات تي ان تي الارضيه بلا صحن بلا اونطين وبلا ما تطلع حتى للسطح. غتستعمل سلك واحد، غتخرجوا من منفذ لونطين اللي كاين في التلفازه وتخرجوا من النافذه. وكيف ما غادي تشوفوا في الفيديو من بعد البحث غادي تشوفوا النتيجه كيفاش دايره. غتحتاجوا خيط عادي ديال لونطين والراس كيف ما كتشوفوا وتركبوه في المنفذ ديال التلفازه. ديروا بحث في التلفازه، دخلوا القناه في بلاصه الروشيرش قناه كيف ما كتشوفوا. للعلم هذه التلفازه من نوع فيزيون تأكيد ذاتي، وها انتم كتشوفوا البحث. باش ما نطولش عليكم، من بعد ما يكتمل البحث كيف ما كتشوفوا وها النتيجه امامكم. وللتاكيد ها انتم كتشوفوا تي ان تي، وغادي تشوفوا دوزيام تي ان تي الارضيه. هادو القنوات الارضيه 7 كيف ما كتشوفوا. ها انتم الرياضيه بالنسبه للناس اللي باغيين يتفرجوا في المقابلات مصر ونيجيريا، وغدا ان شاء الله منتخبنا المغربي الله يوفقه والمنتخب السنغالي. فها انتم كيف ما كتشوفوا دوزيام الارضيه تي ان تي ها هو قدامكم مباشره. ودابا الاخوان ديالي غادي ندوزو للمرحله الثانيه، واللي هي نخرجوا لونطين باش نوريكم كيفاش كتفصلوا ديك الشبكه ديال السلك اللي كاين. هاما كيف ما كنشوف قدامكم هانتوما كيفاش كندير. السلك كيبقى بوحدو النحاسي والشبكه بوحدها، وكتديروا لهم واحد سكوتش ديال الضوء باش ما يكونش لاماس. كتخرجوا غير من الشاجم، يعني عادي ما غتحتاجوا لا لونطين لا الطبسيل لا الفورشيط لا حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كاع اللي كتشوفوا في الفيديوهات. مع احترامي لجميع الناس اللي كيبدعوا في هذا الشيء وكيكتشفوا، تحيه للجميع. خيط واحد هو كيف ما كتشوفوا النتيجه ها هي قدامكم. وإلا عجبك الشرح دير لايك واشترك في القناه وخليو تعليق واش خدمت معاك ولا لا.